انا بعمل دلوقتي التغذية بتاعت المحشي. قلت اعمل محشي بتنجان. كان عندي ورق عنب في الفريزر، انزل اجيب بتنجان الاقي البتنجان ب10 جنيه عشان بالليل بس ب10 جنيه، اما الصبح بيبقى ب15. الفلفل الرومي بتاعنا اللي كان رخيص ده طبعا بتنجان ب20 جنيه. فالحمد لله الحاجة غليت ولعت نار، بس يعني مش هنأكل عيالنا، نعمل لهم على قدهم حاجة نفسهم فيها. فأنا جبت دلوقتي 4 بصلات، البصل ب20 جنيه، فأخدت 4 بصلات بس كبار. تمام. وبعد كده عملت ايه في الطماطم. قبل ما بحط الطماطم في الخلاط او الكبة، بجيب الطماطم واحطها الاول في مية واحطها على النار، اخدها نص سلقة علشان خاطر القشر يفصل عن الطماطم نفسها. وبعد كده هضربه في الكبة. انا دلوقتي ضربت القوطة في الكبة وحطيت معلقة توم، بتخلي الصلصة تحفة، المحشي نفسه بتخليه حلو جدا. تمام. هبتدي بقى اعلي عليه. انا لحد دلوقتي ما حطيتلهوش ميه، انا ده كله ضرباه في الكبه، فصلت قلب الطماطم من القشر وبعد كده ضربتها في الكبه. طبعا انا حطيت ده شويه نعناع تدي المحشي ريحه وطعم حلو جدا. والصلصه على النار كده هتحطي بقى قلبين من المرقه، اي مرقه عندك حطيها. انا حطيت دلوقتي 3 معالق من البابريكا. تمام. هوريكم بقى انا ضربت الخضره. طبعا العيدان بتاعه الخضره لما بتيجي تقطعيها ما ترميهاش، استخدميها في البتنجان، في الكرنب، في الورق العنب. هتقولي لا بحط ليه في البتنجان؟ علشان بيبقى طعمه حلو وبيديله طبعا طعم حلو جدا الخضره لما بتطلع الميه بتاعتها. اما بقى الخضره دي انا جايبه ب10 جنيه خضره، دي ال10 جنيه اللي انا جايباها. جيت اقول له هات ب5 جنيه، لقيته مديني 3 حزم بس، فجبت ب10 جنيه هي دي. يعني زمان كنا بنقول له هات ب5 جنيه، كان بيديني من كل حاجه 2. دلوقتي دي ب10 جنيه، قمت فرماها في الكبه، وبعد ما القوطه بقى تتسبك هبتدي ان انا احطها. انا هنا التوابل بتاعتي كله معلقه صغيره. تمام. ده توم باودر وبصل باودر، وده فلفل اسود، كزبره، ورق لوري مطحون وحبهان مطحون، 7 بهارات، بهارات عاديه، شطه. تمام. ورق لوري. هنحطهم دلوقتي على طبعا التسبيكه بتاعتي. زي ما انتوا شايفين كده القوطه اتسبكت وحطيت الخضره بتاعتي. طبعا انا ما بحطش الرز على طول مع الصلصه، انا بحط في طبعا في اي حاجه بتحط فيها الرز طبق بلاستيك كده بتاع الرز، بتغسليه كويس جدا وبتصفيه عشان ما يبقاش فيه ميه، وبعد كده بتقومي واخده بالكبشه صلصه على الرز في الطبق وتقلبيه، وحطي بقى الملح اللي انت عايزاه هنا في الصينيه اللي انت بتعملي فيها، وبعد كده بتقلبي كويس قوي الرز في الطبق مع الصلصه، وتاخدي شويه بشويه وقت ما تعوزي. تمام. دي الصلصه والتسبيكه بتاعه المحشي، جربيها زي اللي انا عاملاها كده، هتلاقيها طعمها اختلف خالص، بتبقى حلوه جدا وطعمها حلو وريحتها حلو. وبألف هنا والشفا، جربوها واكتبولي في التعليقات.